ما هو ما ينفعش تكون بتتجاهلك وانت مصمم تعمل التصرفات دي. اول تصرف غلط انت بتعمله ما ينفعش تسالها وتقول لها انت متجاهلاني ليه، او انت ما بقيتيش مهتمه بيا ليه. اوعى تعمل كده، علشان باسئلتك دي هتخليها تتجاهلك اكتر واكتر، ومش هتشوف ان انت ليك دور في حياتها. تاني تصرف غلط انت بتعمله، عارف انت الشخص اللي هو مش عايز يجيب على نفسه لوم او عتاب او على نفسه غلط، بمعنى يعني ما ينفعش انها تكون بتتجاهلك وانت بسلامتك تروح تهتم لي بيها اكتر وتقول لي اصل انا ما اقدرش اقلل من اهتمامي بيها او ما اقدرش اقصر معاها. طب خد التقيله بقى، لربما الحاجات اللي انت بتعملها دي او اهتمامك الزايد عن حده هو اللي وصلها لدرجه انها ما بقتش تهتم بيك وتتجاهلك. تالت تصرف غلط انت بتعمله، بلاش شغل التلقيح. يعني مثلا هي دلوقتي بتتجاهلك خلاص، واحنا اتاكدنا ان هي بتتجاهلك، بلاش بقى تنزل ستوري وتوريها ان انا اهو بص حزين وزعلان، تعالي يلا صالحيني، انا قاصد الفت نظرك ليا علشان يعني تشوفي ان انا متضايق. حبيبه قلبي، ما ينفعش اللي انت بتعمله، لان بنات حواء اذكى من كده مليون مره. امال تعمل ايه بقى لما تلاقيها تتجاهلك؟ انت كمان توريها ان انت مش منزعج خالص من التجاهل ده. انا عارف ان ده صعب، بس لازم تيجي فعلا على نفسك وتوريها ان حياتك ماشيه عادي وبتباشر ما في حياتك والدنيا سلانكاتيه خالص. بس خد بالك، لربما تجاهلها ليك ليه سبب تاني غير معلوم بالنسبه لك تماما، زي مثلا ما تزعلش مني، ممكن يكون البديل حضر، او شافت ان علاقتها بيك مش احسن حاجه.